تشجيعي لبرشلونة أولا، برشلونة نادي مخضرم عريق إلى مدة سنين، وعنده أفراد اللعب تبعهم مش لعب عبارة عن قوة جسدية، لا، عندهم تكتكة، وعندهم سياسيا في تحويل الطابة، في تحويل الكرة من وإلى، تقعد 40 تحويلة بتكون معهم الكرة. فميسي لا يعلى عليه لاعب في كل الكرة الأرضية. ميسي اعترف في مارادونا إنه أجود من مارادونا. فأنا من هذا المنطلق، بما إن نادي برشلونة بيمثل الطبقة الكادحة، وأنا من الطبقة الكادحة. أنت من إمتى بتشجع برشلونة؟ قبل من ما عرفت برشلونة وأنا بشجع برشلونة، وصار مشاددة كلام بيني وبين المدريديين في المقهى، واستلحت مسكت ال14 وقلت لهم والله اللي بتفلسف لا 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 خليه على الكرسي. فأنا بشجع النادي لأن نادي كادحين، نادي جماهيري، نادي شعبي، بيمثل الطبقة الكادحة وبيمثل كلهم رفاق. من هذا المنطلق أنا بأيدهم، أنا ما بأيد ناس رجعيين متخلفين استغلاليين. هم هذول تبعين إسبانيا. قصدك ريال مدريد؟ أيوة، أنا معجبني كريستيانو، بستنى تجي الطابة تحول لي إياها كريم بنزيما ولا يحول لي إياها مارسيلو. ميسي 7 بيبقوا مطوقينه، هيو قضوا عليه إلى 20 يوم بدأ يتصاوب، راح يرجع. فهذا مش منطق، مش كرة. الكرة لازم تكون بهدوء، تكون بتكتكة، مش بقوة العضلات. إذا قوة العضلات هي ذاتها اللي بده يستعرض عضلاته. وأنا شخصيا من ما انوجدت برشلونة وأنا بحب برشلونة ودمي برشلونة ولن خاع برشلونة وتاموت برشلونة. إذا ما تنازل عن الحزب تبعي بتنازل عن برشلونة. والسلام عليكم.